السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هبدأ كلامي بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة ينفك بها العقد وينحل بها الكرب يا رب العالمين. النهاردة بقى معايا طريقة عجينة البيتزا اللي بنحتفظ بيها بالفريزر. تقدري تعمليها لأطفالك لو عايزة تعملي لانش بوكس تحطيها في الفريزر زي ما انت شايفة كده. بتبقى معايا في منتهى الجمال لما بطلعها. انا وريتها لكم لحد الاخر، اللي حابب يعرف الطريقة يكمل معايا الفيديو. ويلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا حبايبي، عندي هنا كمية من الدقيق بسيطة جدا. انا عاملة بس كتجربة معاكم. اول حاجة عندي هنا قطعة من الخميرة، وعندي نص معلقة من الملح، وعندي معلقة من السكر. وطبعا في هنا كوباية لبن، ممكن تعجنين بلبن او بمية اللي يريحك. ودول 3 كوبايات من الدقيق، 3 مجات كبار من الدقيق. هنزل نص كمية على الدقيق، وهنزل الملح على الدقيق، وهنزل الخميرة والسكر في قلب نص كمية اللبن الباقية. تمام. هدوب الخميرة. طبعا لو ما عندكيش خميرة بلدي زي ما عندي كده، تقدري تحطي خميرة فورية. بس طبعا الخميرة دي بتخلي العيش او المعجنات عامة طعمها حلو اوي. لازم تبوشيها كويس جدا لو في خميرة بلدي. دلوقتي هلم كل العجين مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل شوية بشوية. طبعا العجن بقى دي حسب نوع الدقيق معاكي، هياخد قد ايه لبن او قد ايه مية. هقلب كده زي ما انتوا شايفين كده. كل المكونات. اهم حاجة تحطي السكر بعد ما يبوش. ودلوقتي حطيت زي ما انتم شايفين كده 3 معالق من الزيت، ونص معلقة من البيكنج باودر. بس دول المكونات العجينة. وهلمها بقى واحدة بواحدة كده. اهو دلوقتي انا لميتها خلاص وبقت معايا زي اللبانة كده بالظبط. هسيبها بقى تختمر خالص. اغطيها بكيس واحط لها بس نقطتين زيت مع الوش وهغطيها. اهو زي ما انتم شايفين كده انا غطيتها بالزيت. شوفوا يعني هما نقطتين يا دوبك، بس لازم تحط لها معلقتين كده من على الوش. وهلمها واحط لها كيسة، وهسيبها تختمر بقى براحتها. دلوقتي يا حبايبي اهي اختمرت معايا العجينة ما شاء الله لا قوة الا بالله، وفي منتهى الجمال. الكمية دي كلها يا حبايبي انا مش هاخدها كلها، انا هاخد بس نصها. هعمل بيه بيتزا، وان شاء الله هنزل لكم النص التاني هعمل بيه باتيه. وطعمه في منتهى الجمال، وهقول لكم ازاي هنورقه بنفس العجينة. دلوقتي انا بفرد العجينة معايا. افرديها كلها، افردي كل الكمية. عايزة بقى تعمليها اقراص اللي هي على قد مدورة، يعني على قد ما انتي عايزة براحتك. عندي هنا غطا حلة او اي حاجة تقدري تعملي بيها. اهو انا عايزاها المقاس ده. تمام. اهو وقطعيها بقى بالقطاعة اللي تحبيها انت. انا عايزاها بقى بالمقاس ده، فقطعتها يعني على قد ما انا عايزه. عايزه انت تسيبيها كبيره زي ما هي، تعمليها على بيتزتين براحتك. عايزه تعمليها ميني بيتزا كده او مش ميني بيتزا قوي، يعني هي اكبر من ميني بيتزا، براحتك برضو. وتخرميها كده بالشوكه وبس. يعني انا هعمل دول هيعملوا لي حوالي 8 بيتزات من اللي هي المدورات دي. بجد طعمها في منتهى الجمال، وما باظتش او ما بسحتش قصدي. وبجد بجد حلو قوي يعني. هقولك بس ايه التكه. دلوقتي انا سخنت الطاسه دي جامد جدا عشان اوريكم كل حاجه على الطبيعه. يعني شوفوا انا مش حطاها على النار، سخنتها بس جامد. ورحت جاي اعطيها تشميعه من الوش ده وتشميعه من الوش ده، مسكت نفسها فقط لا غير. ما استوتش يا جماعه، ركزوا في الحته دي. هنكمل بقى التانية على النار، بس انا بوريكم قد ايه هي ما بتاخدش وقت. تمام. وبس بقت بالطريقة دي والشكل ده اللي انتوا شايفينه. هي بس اتشمعت عشان ما تسويهاش وتبوظ معاكي.
بتديها يعني بتشمعي الوش ده وتشمعي الوش ده. ودلوقتي خلاص بعد ما هسيبها بس تبرد. لا، اول ما نزلتها من على النار هسيبها تبرد براحتها، وهحطها معاكم في الاكياس زي اي زي عادي، يعني زي باي طريقه انتوا حابينها. ممكن تحطوها فوق بعض، ممكن تحطوها جنب بعض، جنب بعض، براحتكم. بس اهم حاجه ما تحطهاش في الكيسه وهي سخنه. اهم حاجه ما تحطهاش في الكيسه وهي سخنه. انا هنا بوريكي ان لسه دول 5، وكمان هي هتعملي الحته العجينه اللي فاتت دي، هتعملي 3 كمان اهو. 3 كمان عملت لي 8 بيتزات من اللي انتوا شايفينها دي، بكوبايه ونص من الدقيق. تخيلوا بقى كل ده بكوبايه ونص من الدقيق، يعني بجد اقتصاديه جدا جدا جدا. تقدري تطلعيها يا دوبك على شويه الصلصه وشويه الخضار، وتحطيها على الفرن. برضو هوريكي الطريقه للنهايه، مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص، وبجد حلوه جدا اهو. بس كده، وهدخلها بقى الفريزر. وطبعا انا مش هسويها كده، هستنى يومين كاملين في الفريزر عشان اوريها لكم برضو وهي طالعه. بس كده اهي يا جماعه، بعد ما طلعتها من الفريزر بعد يومين كاملين كده، بعد ما طلعت من الفريزر بالظبط يومين. اوكي. آه بس طلعت منها 3 وحدات وسبتها. بصوا بقى، انت تقدري دلوقتي تدخلي تحط لها الجبنه وتحط لها الخضار وتحطي كل حاجه وتدخليها الفرن. بس انا عامه ما بحبش الجبنه تحمر قوي، فهمتوا؟ فانا بعمل ايه في البيتزا حتى العاديه اللي هي مش متشاله في الفريزر ولا اي حاجه؟ بدخل البيتزا الفرن تستوى اللي هي والخضار، وبعد كده بحط اخر حاجه الجبنه اخر 10 دقايق او 5 دقايق. تمام. وانا دلوقتي هدخلها الفرن. طبعا مش هحط لها اي زيادات، انا هعملها الجبنه فقط بس كده. هدخلها الفرن تتشمع حاجه بسيطه، وهطلعها اوريكم برضو الجبنه دلوقتي. هحطها معاكم اول ما تتشمع. طبعا انت لو هتحطي بقى خضار لازم تحطيه في المرحله اللي فاتت. دلوقتي خلاص هي اتشمعت في الفرن، ويعتبر استوت يعني 3/4 سوا. فضلش بس اقل حاجه بسيطه، يعني على تسيح الجبنة فقط لا غير. ما تزوديش معاها السوا يا جماعة. البيتزا ما بتتحطش فترة طويلة في الفرن عشان ما تنشفش معاكي. انا زي ما انتم شايفين كده طلعتها من الفرن بعد ما اتشمعت معايا في الفرن، ودلوقتي بحط عليها الجبنة. وتقدري بقى تحطي الحشوات اللي انت عايزاها في المرحلة اللي فاتت. تقدري تعمليها بالسوسيس، تقدري تعمليها بالشاورما، تقدري تعمليها بأي حاجة بقى. فهمتي؟ المكونات اللي انت عايزاها كلها تحطيها تحطيها قبل ما تحطي الجبنة، وتدخليها الفرن، وبتطلع بقى بالجمال. شايفين القمر بقى ده؟ بجد طعمها كان تحفة، وكان العجينة ممتازة جدا جدا، وأكنك شاريها من بره والله ما تفرق شيء. بصوا بقى الجبنة سايحة ونايحة بقى وحاجة كده تحفة. بس كده انا وريتها لكم من اول للاخر، ووريت لكم ازاي تحتفظي بالعجينه في الفريزر، وعجنتها معاكم وكل شيء. المكونات بقى دي تبعك انتي براحتك، حطي اللي انتي عايزه تحطيه. بس دي كانت طريقتي في عجينه البيتزا وحفظها في الفريزر. اتمنى اكون افدتكم بشيء، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا جدا لمتابعتكم الفيديو لحد هنا. كانت معاكم هيام من مطبخ راوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.